يا صباح النشاط على عيون الأمارات، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أول مرة تشوفيني أنا مروة ودي قناتي. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك الحلو بتاعك عشان يوصلك كل فيديو جديد إن شاء الله بنزله. ده الجزء التاني بتاع تنظيف المطبخ. طبعا احنا عملنا الجزء الأولاني تنظيف جوه وبره، ده الجزء التاني. ودي المساحة اللي أنا كلمتكم عليها الفيديو اللي فات، اللي كنت جايباها ب50 جنيه، حلوة جدا. في زرار كده بتدوسي عليه بتفكيها، وبعد ما بتخلصي وتغسليها بترجعي كده تركبيها تاني كده بالشكل ده. حلوة جدا بصراحة، وعملية جدا، وبتمتص المية ويعني بتوفر معاكي وقت. والدراع كده بتاعها بيطول كده بالشكل ده وبيقصر زي ما انت عايزة. بتعملي بقى بيها الحيطان، السيراميك، اي حاجة. بجد حلوة جدا. حبيت اوريها لكم في الفيديو ده علشان كل اللي حابب يعني يشتريها بجد هاتيها مش تندمي. تعالوا بقى كده نبدأ نقول بسم الله. عندي كده بقى السلك اهو، الألمونيا. هجيب بقى كده المساحة وهلف كده عليها السلك علشان ادعك بقى الحيطان اللي هي اللي فوق يعني العالية. بصوا هثبتها بايه، بالاستك ده كده العادي. انا كان عندي استك واحد بس فحطيته كده في الاول بحيث ان انا ايه يعني اثبتها بس. وجبت خيط كده، ده كان جاي مع السجاد، حلو جدا بصراحة ومتين. فقلت بقى الف كده اكمل بيها والف بالشكل ده كده علشان تثبت لي السلك وما يتفكش وانا بدعك الحيطة. شايفينه اهو، ربطته كده وكده خلاص بقت جاهزة ان انا اشتغل بيها. وعندي هنا طبق بقى فيه مية، هحط كده صابون سائل وهنزل كده بشوية كلور بسيطة. وهحط كده الباور بتاع الدهون، حبة كده منه. وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده، وهبتدي بقى خلاص كده اشتغل. هطلع بقى كل الحاجة كده اللي جنب المطبخ ده. مكان الباب اصلا انا فكاه علشان يعني استغل المكان ده شوية، ففكيت الباب وبحط هنا التربو والباسكت الزبالة. فدي الحيطة بقى ايه يعتبر اللي الباب بيسند عليها. هي طبعا مش متوسخة قوي يعني، بس برضو هنديها وش نظافة علشان يبقى المطبخ كده كله كمل. هدعكها بقى بالشكل ده كده فوق وتحت كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم طريقه المساحه دي حلوه جدا وبتريح. وبتجيبي بقى الحاجات العاليه اللي فوق اللي انتي مش بتطوليها وبتريحك جدا. هنشف بقى كده بالمساحه التانية اللي هي الشرشوبه دي. وهاجي بقى اكمل كده بقيه الحيطه اللي تحت بالشكل ده كده. هي البدايه صعبه بصراحه في الجو كمان الساقع ده، البدايه صعبه، بس اول ما بتبتدي وخلاص ايدك بتيجي في الميه خلاص كده يعني ايه بتحسي ان انتي سخنتي وهتكملي. فبجد الجو يعني صعب، ربنا يا رب يعني يرحمنا في الجو ده. هاجي بقى الجنب بتاع المطبخ برضو هدعكه. انا كده خلصت الحيطة، هاجي بقى الجنب بتاع المطبخ اللي هو البره ده هدعكه كده بالشكل ده. والرجول كمان بتاعة المطبخ عشان ايه يبقى كله كده نضيف. واجيب المية بقى كده ايه اشطف المطبخ بالشكل ده كده. وكده خلاص انا خلصت. هنشفه كويس علشان الانوميتال بالذات لما بتسيبيه المية يعني بتبوظه، بتخلي بقى ايه اللي هو ايه بقع وبيبقى مش حلو خالص يعني. فلازم تنشفي كل قطعة. انا هنا خلاص بقى خلصت الحيطة بالارضية بالجزء ده. هعمل بقى الجزء اللي فوق عشان يبقى كده الجزء ده كله كده خلاص خلص. بجد راحة نفسية جدا لما بتلاقي المطبخ نظيف، بيفرق كتير قوي معاكي. وهنا بقى بصوا الضرفتين دول بتوع تقفيلة الحوض، انا ما عملتهمش برضو المره اللي فاتت، اجلتها للجزء ده علشان يبقى هو اخر حاجه يعني اعملها. انا هنا عامله ضرفتين مش عامله جرار، والضرفتين احسن من الجرار عشان الجرار مش عملي، بيفتح لك ضرفه واحده بس يعني جنب واحد، فلما تعملي ضرفتين قصاد بعض بيشيل معاكي
وبيبقى العرض بتاعها كويس. دي عرضها 120 يا بنات، يعني عشان لو عايزين تعرفوا، عرضها 120 وشايلة بجد حاجات بلاوي يعني، منظفات والحاجات دي. وحاطة هنا فوقيها زي ضرفة برشاقة. بصوا اهو، وده الدرج كده بتاع الرشاقة استانلس، بيتفك بيتغسل. لا بعد بقى ما بتغسلي المواعين، المية كلها بتصفى في الدرج، وبعد كده بتخلعيه بتخلعيه من المطبخ وتكبيها وبترجعي تركبيه تاني، فحلو جدا بصراحة. انا هنا خلاص بقى خلصت الجزء بتاع الرشاقة ده، وهركب بقى الدرج كده. هديها كده شطفة اخيرة وهنشفها برضو. بصوا دي الجرفة الصغيرة اللي جنب الرشاقة، بصوا دخل لها مية، فحبيت كده نشفها بالمرة. زي ما قلتلكوا لازم تنشفوا، علشان كمان المطبخ الاونوميتال المفصلات بتاعته مع المية بيوقع الضرفة، يعني تلاقي الضرفة وقعت. هاجي هنا بقى الحيطة بتاعت الخلاط بتاع المية، هدعكها كده، والجنب بتاع الدولاب ده. انا عندي هنا الرخامة للأسف معرفش ليه البقعة دي مش عايزة تطلع، اللي هي في اليمين دي. لو حد عنده يعني حاجة بتطلع البقعة والحاجات دي، ياريت يقولي، عشان بجد جربت معاها حاجات كتيرة جدا ما طلعتش. برغم ان انا الجنب ده يعني مش بحط عليه حاجات غير، يعني مثلا بحط صينية العشاء بيبقى غسلاها وحطاها كده سندها على الدولاب، يعني يعتبر عشان الجزء ده بتاع الصابون، فدايما كده البقعة فيه مش بتطلع. فلو حد جرب حاجة ياريت يقولي في الكومنتات. بصوا اهو الجزء ده شايفينه، لكن بقية الرخامة ما فيهاش اي حاجة. انا هنا خلاص بقى خلصت كده الجزء ده كده بتاع الحوض، وبقى زي الفل كده. وهنشف بقى الجزء بتاع الدولاب بالشكل ده كده. وانا كده خلاص كده تمام بقى زي الفل، والدنيا بقت نضيفة وجميلة. اخر حاجة بقى نمسح الارضية عشان نحس بقى ان المطبخ نضف. هجيب نفس المية اللي انا كنت عاملاها في اول الفيديو وادعك بيها بقى كده الارضية كلها. انا طبعا المرة اللي فاتت كنت عاملة تحت المطبخ، فعشان كده المرة دي ما جبتش تحت يعني المطبخ تحت الرجول والحاجات دي. انا المرة اللي فاتت عملتها، فمش محتاجة ان انا اعملها المرة دي، هي بس مجرد تطويقة تحت المطبخ وخلاص. بس الوش ده هو اللي كان ما اتعملش. انا جبت بقى عشان اسهل على نفسي، جبت كده الشرشوبة ومليتها مية، علشان الارضية كلها طبعا صابون وكلور وحاجات، فلازم كده الشرشوبة هي اللي هتسعفني في الموضوع ده. خلاص كده انا خلاص بقى كده شطبت كده تمام. بصوا بقى النظافة، والارضية بتلمع بجد يا جماعة، يعني بجد يعني التعب ده كله بيهون لما الواحدة بتشوف اللحظة دي، لحظة النظافة كده والدنيا كده بتبرق، تعبها كله بيروح. والحاجات بقى اللي على الرخامة هنا شلتها انا كده، صرفت كده وشلتها في ضرفة ودرج، عشان احس كده ان المطبخ راق. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.